السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل إنسان ليس معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. صحيح. تمام، يبقى كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى إذا كلنا بنغلط. طب هناخده صح. بقى إيه؟ إحنا بنغلط ليه؟ بنغلط ليه؟ عشان طب لما أتعلم أنا بغلط ليه؟ باخدها ليه الدرس ده مثلا؟ كان بقى كده اتعلم ان انا الحاجات دي اخد بالي منها وما اخطأش فيها. الله يفتح عليك. زي ما أقول لحد مثلا خد بالك ده في حفرة قدامك، أنا بقول له ليه إن في حفرة قدامك؟ عشان إيه؟ عشان ما يوقعش فيه. عشان صح عشان ما كده؟ اقعش فيها. صح. في نوعين من العوامل. بيقول لك يا ترى احنا بنغلط ليه؟ تعال نشوف مع بعض. عندنا كام عامل؟ قلنا تمام. كام عامل؟ نوعين. عوامل ايه؟ العوامل الذاتية والعوامل الموضعية. حلو قوي. العوامل الذاتية أربعة، والموضوعية برضو ايه؟ أربعة. أول نقطة في العوامل الذاتية اسمها ايه؟ تغليب العاطفة على العقل. يعني نقطة. القابلية للاستهواء. ثالثة. التسرع في الحكم. الرابعة. التعصب والتطرف. حلو قوي. النقطة اللي بعدها الموضوعية. عدم الدقة في استخدام اللغة. نقص المعلومات. الهيمنة. أيوه. وصعوبة المشكلة. تمام. طيب، تمام. نبدأ مع بعض ناخد أول أربعة في الذاتية. ما هو قيمة ذاتية وموضوعية يعني ايه؟ الذاتية يعني خاصة بي أنا كشخص. تمام. تمام. اما الموضوعيه خاصه بالناس كلها. تمام. طيب نبدا بالذاتيه. اول واحده اسمها ايه؟ تغليب العاطفة على العقل. حلو قوي، تغليب العاطفه على العقل. يبقى العاطفه مش معناها الحب فقط، اي مشاعر. الحب والكراهيه والغيره والغضب والحزن، هي اي لا مشاعر. طبعا. فما يجيلك في السؤال غضب، اي حاجه فيها حزن فيها غضب فيها اي حاجه تانية، يبقى كلها اسمها عاطفه. تمام. كان هنا بيغلط غلطه كبيره قوي عندما يحكم عاطفته، لان في العقل تمام. وعندنا العاطفة تحت خالص اهي، وفي النص هنا في حاجة اسمها الضمير. تمام. ماشي. تمام العقل والعاطفة الاتنين طول النهار والليل ماسكين في خناق بعض، كل شوية امم يتعاركوا مع بعض العقل والعاطفة. تمام. ليه؟ العقل عايز تمام. حاجة منطقية، عايز اللوجيك بقى تمام، يحسبها ايه بالمنطق. اما العاطفة عايزة ايه؟ المشاعر تمام. بقى والدلع وبتاع فاهمة؟ فالاتنين مش متأقلمين تمام. مع بعض، يفضلوا يتعاركوا مع بعض. مين تمام. اللي ما بينهم؟ الضمير. الضمير. والضمير ما بيغلطش، خلي بالك الضمير ما بيغلطش لا. خالص. امال ليه الناس بتغلط؟ طب ما الضمير ما بيغلطش. الضمير ده نفين عامل شبه البوصلة. لو انت عارفه البوصلة. اه، عارفاها. طب لو انت ماشية مثلا في سفينة في البحر، راكبة السفينة وماشية بيها، والبوصلة بتقول لك امشي كده في اتجاه معين، وانت مشيت في اتجاه تاني، يبقى العيب في البوصلة ولا فيك؟ لا، فيا طبعا. هو ده اللي بيحصل مع الضمير. الضمير يقول لك اعمل كذا، يا اما انت تمشي ورا ضميرك وتعمل الصح، يا اما تخالف ضميرك وتعمل الغلط. يبقى العيب مش في الضمير. صح. ماشي. طيب فهنا بقى العقل تمام. والعاطفه يتعاركوا مع بعض. لو العقل اقوى هيكسب العاطفه وياخد قرارات ايه؟ خد قرارات ونفسه. قرارات منطقيه لو العقل اقوى. اه. طب لو العاطفه هي اكيد. اللي اقوى وكسبت تغلب العقل، العقل. يبقى قرارات ايه؟ عاطفية. عاطفيه. تمام. طب لو العقل والعاطفه قد تمام. بعض، هنا الضمير بيخش بقى ايه؟ يقول لهم يعني لو الضمير قوي يخش يقول لهم ايه؟ اقعد يا عقل، اقعد يا عاطفه، انا هقول الراي بتاعي النهائي. فالضمير هو اللي يخلص المشكله. اما لو الضمير ضعيف ما بيقدرش يعمل حاجة. عامل شبه لما يبقى الأب قوي أو ضعيف في الأسرة. وضحت كده؟ تمام. ماشي. يبقى الإنسان لما يجي يفكر ياخد قرار بإيه عشان قرار يبقى صح؟ بالمخ. بالعقل.
اه. هنسميه قرار عقلاني، عقل. تمام. 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 ماشي. اما العاطفه غلط، مثلا زي الام، احنا تتغاضى عن اخطاء ابنائها بدافع الحب لهم. في هذه الحاله تكون الام طبعا مخطئه. يعني مثلا ابنها ما كتبش الواجب، معلش اصل هو تعبان بقى ومش عارفه ايه. مثلا تيجي الصبح تقوم الصبح ايه، تلاقي الدنيا ساقعه، تقول له نام يا ابني، مش مهم المدرسه يا حبيبي، نام نام، مش مهم المدرسه. تاني نقطه اسمها ايه بقى؟ ماشي. ايه القابليه للاستهواء؟ تمام. ان احنا نصدق اي كلام بدون دليل. نصدق ايه؟ اي كلام بدون دليل. اي كلام بدون دليل. تمام اوي. يبقى اي حد يقول لنا حاجه نصدقها؟ لا طبعا. يعني في ايه قرانيه بتقول لنا في الحته دي ايه؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تمام. ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صح كده؟ تمام. صح. تمام. امرنا بالنقطه دي ان احنا نتاكد الاول. يبقى هنا القابليه للاستهواء تمام. معناها ايه؟ معناها بصي على الشاشة أهو، سرعة تصديق ما يقول الآخرون دون إيه؟ دون نقد او تمحيص. يبقى إن أنا أصدق بسرعة من غير ما أنقد أو أمحص، أصدق بسرعة. وبسبب الاستهواء طبعا تنتشر الشائعات والخرافات. عشان كده إحنا تمام. يعني عندنا الشائعات دي منتشرة بطريقة كبيرة جدا للأسف الشديد. تمام، إن الناس بتسمع مم. الكلمة وتقولها. شفت يا فلان ده بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. طب أنت مين اللي قال لك؟ أصل صحيح. أنا سمعتهم بيقولوا. طب هم مين قال لهم؟ اصل الناس قالت لهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ما ينفعش. كل حاجة الناس بتقول الناس بتعيد. لازم احنا نتبين ونتأكد من صدق الايه، المعلومة. الكلام. تمام. تمام. يبقى سرعة تصديق ما يقوله الآخرون دون نقد أو إيه، أو تمحيص. طيب، تمام. مثال مثلا آخر أهوت. اه. الدجالين والإيه. والمشعوذين. يبقى الناس اللي بتصدق الدجالين وبتصدق الشعوذة، طبعا ده يعتبر من ضمن برضو القابلية للاستهواء. يقعدوا يضحكوا على الناس ويقولوا لهم يعني هجيب لك المستقبل وهشوف هيحصل، تعالى نقرا لك الكف ونقرا لك الفنجان والهجس ده كله طبعا. يعني النبي قال عنهم اه. حاجه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على الموضوع ده. عارفة. النبي قال لك ايه؟ كذب المنجمون ولو صدقوا. وفي روايه اخرى كذب المنجمون ولو صدفوا. يعني هم كذابين حتى لو جت معاهم بالصدفه صدق. بس هم في الاخر ايه؟ كذابين. ناس بتدعي المستقبل ولا يعلم الغيب الا الله طبعا. الله سبحانه وتعالى. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له ايه؟ ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. ذكرى. يعني حتى النبي يعني. تمام يعني الغيب ربنا هو اللي عارف. تمام. صحيح. وبرضه من ضمن أمثلة هذه النقطة اللي هو القابلية للاستهواء، إن أنا أصدق كلام فاسد من إنسان إيه؟ فاسد. فاسد. صح كده؟ شفت الصورة اللي قدامك دي عاملة إزاي؟ صح. يعني دي بتقول لي دي، ودي بتقول لي دي، اه. ودي بتقول لي دي، ودي، وهكذا. كله بينقل كلام، نقل كلام. والراجل ده عمال يتكلم، تبص لغايه ما ودنه كبرت، وده عمال يقول له كلام وخلاص. صح. طبعا ده ايه؟ كل ده اه. طبعا. يعني يخش من ضمن الكلام ده ايه؟ مثلا الغيبه والنميمه. صحيح. صح كده؟ مم. وشهاده الزور مثلا. ما طبعا ان انا يعني شهاده زور. فاللي بيسمعني اه. صدقني، فظلمت اكيد واحد. طبعا. تمام. طيب، يبقى ما ينفعش اصدق اي حد بغير دليل، ولا اعلانات في التلفزيون تضحك على الناس. تمام، ويقعدوا يغروهم بالمناظر اللي في تمام. الاعلانات ويعملوا اغراءات جامده قوي عشان الناس طبعا هي تجرب. تمام. ولا نصدق اي كلام من اي تمام. انسان الا بدليل، الا بدليل، عشان ما نظلمش اي بني ادم. صحيح. طيب، النقطه اللي بعدها اسمها ايه؟ التسرع في الحكم.
اه ادي احكام سريعه. تمام، احكام احكم على الحاجه بسرعه. دي طبعا بتيجي بعد الايه؟ بعد القابليه للاستهواء. ما هو انا لما اصدق من غير دليل مم. يبقى اكيد برضه هنحكم ايه؟ من غير من دليل. غير طبعا. صح. يبقى اوعى صح. تحكم على حاجه من اول مره. يقول لك اصبر، طب جرب، يعني نجرب الحاجه الاول وكده نحكم عليها. طيب، يبقى تصرف الحكم ده قد يقع الفرد في اخطاء التفكير عندما يصدر احكاما متسرعه غير مدروسه. يعني الحكم على الناس كده ينفع ما ينفعش؟ لابد من الايه؟ لا طبعا. التأني. صح. صحيح. في مثل مصري بيقول لك ايه في الحتة دي؟ في العجلة الندامة، وفي التأني السلامة. ايوه. صح كده. في العجلة الندامة، يعني اللي بيستعجل صح. بيندم، واللي بيتأنى بيندم. بيسلم. طيب، صحيح. اقرا لنا المثال ده كده اللي مكتوب على الشاشة. إنسان خانه صديقه فحكم على كل أصدقائه بالخيانة. التعصب والتطرف. التطرف هناك فرق بينهما. التعصب ده هو التشدد. انسان متشدد، عشان بس الناس بتفهمها غلط. الناس بتفهم التعصب ده اللي هو اللي بتنرفز ياما يعني. تمام. شخص أنا بيتنرفز فاهماها كده. ايه. أنا فاهماها كده. اه لا، اللي بتنرفز ده بقى خدي بالك بقى تبع العاطفه. عشان بس لما يجي لك ايه في الاسئله، ها، اللي بتنرفز ده عاطفه. تمام. يعني قلنا العاطفه دي بتشمل ايه؟ غضب وحزن وحب وكراهيه وغيره كل المشاعر عاطفه. اما التعصب ده معناه الحقيقي يعني صحيح. ليس غضب ولا نرفزه، لا لا، معناها التشدد. ومعناها هنا التمسك تمام. بالرأي. تمام. يعني مثلا لو انا متعصب لنفسي. تمام. لو انا متعصب لنفسي، عارفه دي معناها ايه؟ ان انا عايز امشي كلامي وخلاص وما بسمعش كلام اي حد. طب اسمع كلامنا، يعني خد رأينا، لا، ما باخدش رأي اي تمام. حد. طب شوف فكرتنا، لا، ما هو كده انا وبس. ده يبقى انا كده متعصب لمين؟ بتفكرنا بالآية القرآنية بتاعت سيدنا في القرآن الكريم: وكلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قصة مين؟ قصة سيدنا نوح عليه السلام. فهنا الناس الكفار دولت يعني فين؟ هنا عندهم تعصب، صح؟ فبيقول لك كلما ايه دعوتهم اه لتغفر كده. لهم جعلوا ايه؟ أصابعهم في آذانهم واستغشوا. يعني ايه استغشوا؟ ثيابهم يعني واستكبروا استكبارا. واستغشوا ثيابهم، يعني ايه؟ يعني غطوا وشهم بهدومهم، مش عايزين يشوفوه. بثياب. اه. واصروا دي بتدل على ايه؟ واصروا واستكبروا استكبارا، انهم عناديين. مم. هو ده التعصب. تمام. لا كله تمام، الصوت طيب. والكتابة والشرح كله تمام. طيب ماشي. تمام حضرتك. ماشي، الله يبارك لك. يبقى اذا ده التعصب. طب ايه بقى التطرف؟ ايه. عارفه كلمه طرف الحاجه؟ ما هو التطرف جاي من كلمه الايه؟ الطرف. الطرف. انا كده ماسك القلم منين؟ في النص. اه، يبقى كده انا شخص وسطي. عكسه بقى اللي هو متطرف من هنا او من هنا. من هنا. يعني ايه بقى متطرف؟ تمام. اللي هو انسان ما عندوش وسط. يعني مثلا الاب مع اولاده، لو شديد قوي قوي في الحرف خالص كده هيخنقهم ويموتوا، يعني هيجي لهم خنقه ويزهقوا، صح. صح. ولو اه صحيح. متسيب قوي هنا الناحيه التانيه خالص، هلس بقى والدنيا بايظه، هيضيع، اه. هيفشلوا برضه، هيضيعوا يعني. صح. صح. مين بقى احسن حاجه؟ النص طبعا. اللي في النص. الوسط. الله يفتح. وجعلناكم امه ايه؟ واحدة. تمام. وفي ايه اخرى: وجعلناكم امه وسطا. اه. صح. صح. يبقى احنا امه وسط. طيب،
يبقى اذا هنا التطرف هو اللي انا يعني مغالاة وافراط، معناها كده يعني مغالاة وافراط يعني ايه؟ يعني انت مزودها قوي، مزودها قوي. اه. يعني مثلا في الحصه، مثلا في المدرسه مثلا، وانا في الفصل، لو انا الحصه بتاعتي جد قوي، الطلبه هيتخانقوا صح تمام. وهيزهقوا من الحصه اه. ولو حسيتي هلسه قوي، ما هي باظت. صح. اكيد طبعا لازم يبقى في وسط. جميل اهو. الله يفتح عليك. يبقى التعصب بقى، يلا اقرا لنا بقى كده التعصب والتطرف كده من على الشاشه. التعصب يعني الانحياز بشدة لفكرة واحدة دون سواها، أما التطرف فهو المغالاة والإفراط في تقدير الأفكار أو المواقف. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. تمام. هنحل على دي اسئله كده، نخش على اللي بعدها. تمام. ار شور. استمتعت إلى أحد الإعلانات بالإذاعة عن صدور جهاز ألعاب إلكترونية جديدة، فبادرت بشرائه دون فحص وتحري المعلومات عنه. يشير ذلك إلى أحد عوامل الوقوع في خطأ التفكير، وهو يعني أنا اشتريت جهاز من غير ما أتحرى الإذاعة اللي قالوها دي صح ولا غلط. يعني انت هنا في اعلان في التلفزيون وانت صدقتيهم صح؟ السؤال بيقول كده. يعني صدقت الاعلان ورحت اشتريتيه، يبقى صدقت الاعلانات، يبقى ده ايه؟ القابلية للاستهواء. بالظبط، يبقى انا صدقت الاعلانات. انا هنا ما حكمتش على الجهاز على فكره، وانا اصلا لسه شفته، انا تمام. ما حكمتش عليه. تمام. انا صدقت تمام. الاعلانات رحت اشتريته. لكن الحكم دوت لما احكم تمام. على حاجه بقى هي حلوه ولا وحشه، بحكم سريع. تمام. 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 ماشي. السؤال اللي بعده. أدى الخلاف بينك وبين زميل لك حول التعقيب على أحد الأندية أو مش عارفة، ايوه الانديه، جامع نادي احد الانديه. التي تشجعها إلى المقاطعة. يعني انت لما يعني لما اتناقشت مع زميلك على الانديه، مثلا انا اهلاوي ومثلا وانت زملكاويه، قعدنا نتناقش وهوب جينا متخاصمين بسبب الاهلي والزمالك، يبقى ده ايه؟ تعصب التطرف. ماشي. مم. اه في غضب. اه في غضب. اه في غضب. يبقى ايه؟ تغليب العاطفة على العقل. الله يفتح عليك. يبقى على طول اول ما تلاقي اي حاجه فيها مشاعر زي دي يبقى عاطفه. تمام. تمام. ماشي. السؤال اللي بعدها. دي بقى التسرع يعني التعجل في الحكم، دي كده الله أنا يفتح. متأكدة منها. الله يفتح عليك. التعجل في الحكم اللي هو التسرع في الحكم، جميل قوي. ماشي. تمام. السؤال اللي بعده. أحسه سؤال غريب حبتين. انا واثق ان انت هتحل السؤال ده. ها. هو يعني لا يمكنك صفحات قد مغلقة، ولا يمكنك أن تحاول عقلية متحجرة، أي التعصب والتصرف. قلت لك هتجيبيها. عاش عاش، الله ينور. ماشي. تمام. السؤال اللي بعديه. يعني دي من غير تقريبا ما أكمل القابلية للاستهواء. الله يفتح عليك. You are right. كان. عاش. يبقى انت صدقت اصحابك، قالوا لك لا هتضيع وقتك، فانت ايه؟ فعزفت عن المشاركه، يعني خلاص قلت طب ما اناش مشارك، يلا. تمام. اه. يبقى انت تمام. صدقتيهم في الايه، إن هي يعني بتضيع الوقت وكده يعني. يلا بينا.